يا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في قناتي، قناة المخرج ألبير أنطون. لكل الناس اللي كانت بتسألني عن ورشة الإخراج، خلاص أنا مستني بس العدد يكتمل، وإن شاء الله هبدأ ورشة إخراج سينمائي. الورشة دي مين المفروض مهتم بيها؟ بنتكلم عن الناس اللي ناوية إن شاء الله تقدم في المعهد العالي للسينما سواء السنة دي أو السنة اللي جاية، فعايزين يعرفوا فكرة يعني إيه إخراج، يعني إيه المخرج، يعني إيه أدوات المخرج وحاجات كتير في الإخراج. أو للناس اللي حابة تبقى فيلم ميكرز عشان خاطر يبتدوا يفهموا المخرج وأدواته وإزاي تتعامل مع الكرو وحاجات كتير. الورشة هتكون متقسمة ل3 أجزاء. جزء هندرس فيه إخراج. الإخراج هنتكلم فيه على المراحل ال3 من الفيلم، بداية من البري برودكشن أو ما قبل الإنتاج. سواء انت بقى حد هيجيب لك سيناريو، فازاي تقرا السيناريو، ازاي تعرف تتعامل مع السيناريو، ازاي تعرف ان السيناريو اللي جاي لك ده سيناريو جيد ولا سيناريو غير جيد، فما تبقاش بتتعب نفسك في سيناريو مش كويس، او تبتدي تحاول تصلح فيه لو حاجه يعني بسيطه ممكن تبتدي تعدل فيها السيناريو اللي جاي لك. او سواء انت كمخرج كاتب السيناريو فتبتدي تبقى عارف ايه الديفوهات اللي انت ممكن تقابلك كمخرج، فتبتدي تكون كاتب سيناريو بطريقه سلسه وبسيطه. المرحله الثانيه مرحله البرودكشن، اللي هي مرحله الانتاج او احنا مرحله الفيلم واحنا شغالين في الفيلم. ازاي هتتعامل مع الكرو اللي معاك، هنقول وظائف الكرو المختلفه، هيبقى معاك ناس كتير في اللوكيشن، فانت ازاي تبقى عارف وظيفه كل واحد وازاي تعرف تتعامل مع كل واحد بلغته، لان انت ممكن تكون مخرج شاطر بس للاسف مفتقد لغه الحوار بينك وبين الكرو اللي حواليك. لان انت لما تكون بتكلم مهندس الديكور هتكون بتكلمه بلغه، هتكون بتكلم الدي او بي او مدير التصوير ليه طريقه، فانت كل حد ليه اسلوبه وهو ليه طريقه هيفهم بيها كلامك، فانت لازم كمخرج تكون فاهم اسلوب التعامل مع كل شخص. اخر مرحله هي مرحله البوست برودكشن او هي مرحله ما بعد الانتاج. هنشوف بقى الشخصيات اللي انت هتتعامل معاها في المرحله دي. هو الشخص اللي بيعمل مهندس الصوت اللي هو بيعمل الميكس او الميكسير، والشريط الصوت اللي انت هتكون مجهزه، او لو في ساوند ديزاين هيتعمل. وفي الاخر مرحله المونتاج، ازاي هتتعامل مع المونتير، وازاي تبتدي تفكر في تقطيع بشكل معين للفيلم بتاعك. كل ده، وهنتكلم برضو في النص في الاخراج طبعا ازاي تعمل ديكوباج صح، ازاي تعمل ستوري بورد، ازاي تعرف زوايا الكاميرا المختلفه، وحاجات كتير هنتكلم فيها عن الاخراج. هنتكلم طبعا عن الكلام ده في الفيلم الطويل، ومينلي هنكون بنركز على الفيلم القصير، لاني انا هدفي في الاخر ان انت لما تخلص الورشه ازاي تشتغل على فيلمك القصير، سواء انت هتبقى معاك سيناريو جاهز او انت اللي هتكتبه، وتبتدي تشتغل تصور، تجيب معاك بقى مدير تصوير بقى، تجيب معاك ناس تساعدك، او انت لو هتبقى انت الوان مان كرو زي ما بيقولوا تبقى تعرف تعمل حاجه بمستوى كويس. الجزء الثاني من الورشه هنتكلم فيها عن مساعد المخرج، هنبتدي نتكلم عن الوظائف المختلفه للمساعدين، كل مساعد المفروض بيعمل ايه، وهنتكلم اهم حاجه عن التفريغات، ازاي تعمل تفريغات لكل وظيفه منهم. والتفريغات دي احنا هنعملها عملي، هنجيب فيلم او مسلسل يكون اتعمل وهنبتدي نفرغهم بايدينا، لان في حاجات لازم تتعمل بايدينا، شغله الاخراج ما تنفعش تتعمل نظري، فهنبتدي نفرغ بايدينا المشاهد مسلسل او فيلم. اخر حاجه هنكون بنتكلم فيها في الورشه او الجزء الثالث من الورشه هو اختيارك للممثلين وتوجيه الممثلين. اختيارك للممثلين في الكاستنج، انت لما بتيجي تختار ممثلين لازم طبعا تكون كمخرج عارف ازاي هتختارهم صح، وبالذات لو فيلم قصير. لو فيلم كبير يبقى في كاستنج دايركتور هيختار لك هم الممثلين، بس انت بنتكلم دلوقتي في فيلم قصير، فانت محتاج اعتقد ان انت بنفسك اللي هتكون بتعمل كاستنج. فهنتكلم ازاي تعرف تختار الممثل صح، ازاي تعرف الممثل ده هيكون فعلا ان كاست في الدور اللي انت هتاخده ولا لا. هنتكلم عن النقطه دي، وهنتكلم عن النقطه الثانيه اللي هي توجيه الممثل. انت خلاص اخترت الممثل، ازاي تبتدي توجهه وتحركه في اللوكيشن، وازاي توجد لغه حوار مشتركه بينك وبينه، لان انت ممكن تكون مخرج شاطر زي ما قلت قبل كده بس مش عارف تتعامل مع الكرو، او مخرج شاطر مش عارف تتعامل مع الممثلين، فكده بقى في جاب او في مشكله. فكل ده هنكون بنتكلم فيه في الورشه. هسيب لكم رقم تحت، ده رقم واتساب لو حد عايز يسأل على أي تفاصيل في الورشة، سواء سعر الورشة أو المكان أو الميعاد. آخر حاجة هنبتدي بس اللي هيتواصل على الواتساب هيبقى فيه ميعاد لمقابلة أو انترفيو. طبعا هو مش اختبار أو امتحان، هو بس انترفيو بسيط كده، هكون قاعد مع الشخص اللي بيتقدم للورشة عشان نشوف بس هو يعني واصل في إيه أو بيفكر في إيه.
عشان طبعا ما يكونش بيضيع وقت المجموعه اللي موجوده، او يكون هو اوريدي واصل لليفل معين، فاحنا هقول له لا انت بالنسبه لك ممكن تعمل 1 2 3، انت مش هتبقى محتاج الورشه دي. تمام. هسيب لكم الرقم تحت، اللي حابب يتواصل على الواتساب يكتب المسج، في حد هيرد عليه على طول، وان شاء الله اول ما العدد يكمل هكون مبدأ الورشه على طول. وبالتوفيق للجميع. شكرا. سلام.